ما تيجي اعلمك طريقة عمل محشي البتنجان، انما ايه، حاجة كده من الاخر، ريحة وطعم وشكل وتست. يلا بينا، يلا بينا. هجيب الحلة بتاعتي وهنزل بمعلقة سمنة فلاحي، وهنزل بشوية من الزيت، وهنزل ببصلتين مفرومين، وهنزل بمعلقتين صلصة بوريه. كل ده هقلبه في بعضه لحد ما اوصل للون ده. وبعدين هنزل بالطماطم بتاعة العصير لحد ما تتسبك وتجيب الدرجة دي. هنزل بالخضرة بتاعتي عبارة عن بقدونس وكزبرة وشبت، وهنزل بالتركاية بتاعتي جزراية مبشورة، وهنزل بمعلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناشفة، وهنزل بمعلقة من الفلفل الأسود، وهملح وهقلب. كل ده طبعا هكون غسلت الرز بتاعي على حسب الكمية وهنزل بيه. وبكده يبقى خلصنا من الفرسة بتاعت المحشي. طبعا هحشي وارص في الحلة واحط على النار، وهسقي المحشي لحد نصه كده او فوق نصه بحاجة بسيطة، واسيبه المدة لا تقل عن تلت ساعة بالظبط. وبعدين اكون سلقت لحمة، واجيب حتة زبدة واحمر اللحمة بتاعتي، واديها معلقتين صلصة بوريه عشان تلون معايا. وبكده بقى معايا اسهل واطعم واحلى محشي بتنجان باللحمة بتاعته من على الضلوع، حاجة كده من الاخر. والله العظيم من ريحة ولا شكله ولا طعمه، طعمه جنان.